في ناس كتير لما بتفكر تسيب الدين أو حتى تسأل أسئلة وجودية يصطدموا على طول بعقلية دفاعية من اللي حواليهم، خصوصا من المسلمين اللي بيتعاملوا مع الموضوع كأنه هجوم شخصي، مش مجرد اختلاف في الرأي أو رحلة بحث. وبدل ما يكون في نقاش عقلاني ناضج، بيبدأ يظهر نمط مكرر من الردود اللي كلها مغالطات منطقية وهروب من مواجهة الأفكار. تعالوا نشوف أبرز المغالطات دي. لازم تكون فقيه علشان تلحد. أكبر مغالطة بنسمعها: أنت مش فاهم الدين كويس، لو كنت دارس أكتر ما كنتش سبت الإسلام. طب ليه لازم أكون فقيه عشان أشك؟ يعني اللي بيخرج من الحزب الشيوعي لازم يكون كارل ماركس؟ التفكير النقدي مش شهادة فقه، محتاج عقل بيشتغل مش أكتر. ناس كتير بتدخل الإسلام، إزاي أنت تخرج؟ الرد الكلاسيكي: آلاف بيدخلوا الإسلام كل يوم، يبقى أنت غلطان. طب في آلاف بيخرجوا كمان، ده غير إن عدد الناس اللي بيدخل أو بيخرج من دين مش دليل على صحة أو خطأ الدين نفسه. دي مش مسابقة شعبية. الهجوم الشخصي بدل مناقشة الفكرة. بدل ما يرد على كلامك يبدأ يقولك أنت حاقد، مريض نفسيا، بتدور على شهرة، فاشل. وده اسمه في المنطق هومينم أتاك، يعني مهاجمة الشخص بدل الفكرة. وده بيحصل لما بيبقى مفيش رد عقلاني للكلام اللي انت بتقوله. مقولة الله يهديك بدل الحوار العقلاني. لما بيخلص الكلام وتلاقي ان ما عندوش رد، تلاقيه بيقولك الجملة السحرية الله يهديك، كأنها قافلة للنقاش مش دعوة حقيقية. طب ما تيجي تناقشني بالأدلة بدل ما تتمنى ليا الهداية وتخلع. التمسك بالدين كخطة أمان. برهان باسكال. اللي هو بيقول حتى لو الإسلام مش صح، أنا كده كده مش خسران، بس أنت لو طلع صح هتدخل النار. المنطق ده بيعتبر إن ربنا مقامر، وأصلا الكلام ده ميركبش، لأن أصلا في كذا دين وكذا معتقد. الموضوع ما مش بين الإسلام والإلحاد أو الإسلام والكفر لوحده، في كذا دين وكذا معتقد. ولو أنت دينك ما طلعش هو دين الصح هيطلع بوزك وهتخش النار برضه. فالكلام ده ميركبش، والمنطق ده أصلا منطق جبان ومش صادق مع النفس. مقولة هاتلي بديل بقى. أول ما تقول إنك مش مؤمن بالإسلام يقولك طيب وريني بقى البديل، إيه المنظومة الأخلاقية الجديدة؟ كأن لازم يكون عندك كتاب مقدس جديد قبل ما تقول إن القديم فيه مشكلة. طب ما تيجي نعترف بالمشكلة الأول وبعدين نفكر في الحل سوا ونشوف هنعمل إيه بعدين، بس نشوف المشكلة اللي عندنا دي الأول. انت عارف ان الإسلام صح بس مكابر. ادعاء إن اللي بيترك الدين مش لأنه اقتنع، لكن لأنه حاسد أو حاقد أو بيكابر. وده فيه تجاهل تام لاحترام عقل الشخص وتاريخه وتفكيره، وده أسلوب طفولي كمان. يعني كأن الناس بتلحد علشان عندهم مشاكل شخصية مش أفكار أو قناعات. خلط الأخلاق بالدين. تلاقيهم يقولوا لك من غير دين يبقى أنت هتسرق وتقتل وتغتصب، كأن الأخلاق محتاجة كتاب سماوي علشان تبقى موجودة. وده غلط. في ناس ملحدة وضميرها صاحي أكتر من ناس بتصلي كل يوم، لأن أصلا الأخلاق دي عبارة عن سلوك تطوري اتطور عند البشر عبر التجربة والملاحظة، ملوش علاقة بدين ولا بأي كتب. الكتب دي كل اللي حصل إنها شافت الأخلاق دي، السلوكيات ديت اللي البشر كانوا بيشجعوا عليها لأنها تأثير إيجابي، وبدأوا يحطوها في هذه الكتب. لكن هي مش أساسا صادرة من الكتب دي، هي صادرة من سلوك بشري تطوري عبر الزمن تم عن طريق الملاحظة والتجربة، ولقوا إن ليها تأثير إيجابي مش أكتر. تخويفك من النهاية. ساعات برضو يقولوا استنى لما تموت وتشوف. الجملة دي بتحاول تكمم أي تفكير بمجرد الخوف. طب ما تيجي نشوف الحقيقة واحنا لسه عايشين. العقل مش محتاج تهديد علشان يقتنع، محتاج منطق وأدلة بس. تبرير التناقضات والتجاوزات بالمجهول. أي حاجة مش منطقية يقولك دي من علم الغيب، ما تحاولش تفهمها، أو ده ابتلاء، أو دي حكمة من ربنا ما يعرفهاش غيره هو، احنا ما نعرفهاش. طب ما كده أي حاجة ممكن تتبرر حتى لو كانت ضد المنطق والرحمة والعدل والعقل.
العقل النقدي مش عدو، والأسئلة مش جريمة، ولو دينك صح مش هيخاف من التفكير، بالعكس هيشجع عليه. لكن لما الردود تبقى كلها مغالطات وشخصنة وتخويف وتبريرات واهية، يبقى العيب مش في السؤال، العيب في المنظومة اللي مش قادرة تواجهه.